تخيل عالم كله صراعات وحروب وامبراطوريه كبيره بتتقسم، لكن وسط الفوضى دي ظهر راجل واحد قدر يحول التاريخ: صلاح الدين الايوبي. في مصر كان في صراع على السلطة بين اتنين من وزراء الخلافة الفاطمية. الفاطميين كانوا سنة والعباسيين كانوا شيعة. السنة والشيعة طائفتين في الإسلام، الاتنين كانوا دايما متنافسين. نرجع لمصر، الاتنين الوزراء اللي كانوا عايزين يسيطروا على الحكم الفعلي لمصر كان شاور وضرغام. شاور اتطرد من مصر على ايد منافسه ضرغام. شاور طلب مساعدة من نور الدين. في سنة 1163 نور الدين بعت جيشه تحت قيادة شيركو لمصر. صلاح الدين كمان انضم للجيش تحت قيادة عمه. صلاح الدين ما كانش له دور كبير في الوقت ده، بس الاحداث اللي هتحصل بعد كده هتبقى اول درس ليه في تكتيكات الحروب والسياسة. يعني هنبص على الاحداث دي عشان نفهم ازاي الامور دي حصلت لصلاح الدين. بفضل خبرة شيركو العسكرية، شاور رجع تاني وزير كبير لمصر، وشيركو حط جيشه حوالين القاهرة عشان يدعم حكم شاور. بس مع مرور الوقت وجود جيش سني في قلب دولة شيعية بدأ يعمل توتر سياسي في بلاط الفاطميين. شاور كان عايز يطرد الجيش الزنكي من مصر، بس في نفس الوقت هو اللي طلب منهم ييجوا يساعدوه، يعني هو بنفسه اللي طلب دعم جيش الزنكي. فشاور بدأ يدور على حليف جديد بين مصر الفاطمية والشام الزنكية. مملكة القدس الصليبية كانت دولة موجودة بين مصر والشام، وملكها هو عموري الأول. شاور عمل تحالف سري مع عموري الأول وخططوا يهاجموا الجيش الزنكي من اتجاهين: عموري الأول من الشمال الشرقي من القدس ومحيطها، شاور من الجنوب الغربي من داخل مصر. الخيانة دي حطت الجيش الزنكي في موقف صعب جدا، ما كانوش أقوياء كفاية يكسروا خطوط الصليبيين، وكمان ما كانوش يقدروا يرجعوا على القاهرة بسبب خيانة شاور. شيركو شاف ان مفيش حل ينقذ الجيش، بعت رسالة لنور الدين يطلب مساعدته. نور الدين اتعصب جدا من الخيانة لانه كان بعت جيشه وواثق انه هيساعد حليفه في مصر، وبعدين نفس الحليف ده حب يدمر الجيش بمساعدة الصليبيين. بس نور الدين كان ذكي وما اتصرفش بسرعة. هدفه الاساسي دلوقتي ينقذ واحد من اهم جنرالاته وجيشه، وما كانش يقدر يسمح لجيشه انه يتدمر على ايد الصليبيين. وده معناه انه مش هياخد طار من خيانة شاور دلوقتي، يبقى خلاص هتجيله فرصة بعدين يظبط الموازين. نور الدين ما قدرش يبعت تعزيزات لمصر عشان يساعد شيركو، عشان ده كان هياخد وقت طويل، وكان خايف ان شيركو ما يقدرش يوقف العدو، فابتكر خطة عشان يوقف حملة عموري الأول في مصر. نور الدين جمع قوة وهجم على دولة طرابلس، مش العاصمة اللي في ليبيا دلوقتي. دولة طرابلس كانت دولة صليبية تانية وحليفة عموري الأول. فلما نور الدين هجم على طرابلس، عموري الأول اضطر يوقف تقدمه في مصر وبعت جزء من جنوده يرجع يدافع عن طرابلس. ده ادى لشيركو فرصة يحرك قوته ويرجع بيها لسوريا وينقذ جيشه. شيركو استغل الفرصة دي، الجيش الزنكي بقى آمن دلوقتي. بس نور الدين وشيركو ما نسوش خيانة شاور. التآمر مع الصليبيين ضد المسلمين ما تنفعش تعدي من غير عقاب. كانوا مستنيين الفرصة الصح. عموري الأول جمع قواته البحرية وركب البحر ناحية القاهرة عن طريق دلتا النيل. مصر كانت ضعيفة جدا تدافع عن نفسها تحت حكم شاور، فعشان كده الخليفة الفاطمي العاضد طلب من نور الدين يجي وينقذ مصر. دي اللحظة اللي نور الدين كان مستنيها سنين طويلة عشان الطائر. فلو دخلوا مصر دلوقتي كقوة محررة هيكون معاهم دعم جيش مصر عشان يخلعوا شاور، وكمان هيقدروا يهزموا الصليبيين في معركة جديدة تانية. فالزنكيين تحت قيادة شيركو مشوا على مصر، وصلاح الدين انضم المرة دي كقائد لكتيبة في الجيش. والزنكيين والصليبيين اتقابلوا في مكان اسمه البابين غرب الجيزة، قريب من حدود الصحراء على النيل. الزنكيين اختاروا المكان ده عشان مستر الاستراتيجية هتبقى واضحة بعدين وقت المعركة. في الوقت الحالي صلاح الدين مسك الجناح اليمين للجيش، وشيركو مسك القيادة المركزية. جيش الصليبيين كان أكتر عددا وأقوى في السلاح من الزنكيين، فشيركو وصلاح الدين قعدوا يخططوا للمعركة ويدوروا على طريقة يمحوا بيها قوة الصليبيين. طلعوا بخطة ذكية: صلاح الدين هيمثل القيادة المركزية للجيش وهيخلي الجنود بتوعه يظهروا كأنهم القوة المركزية. شيركو ما حطش كل قوته على ساحة المعركة وخبى جزء منهم ورا الكثبان في الصحراء. وبما ان الصليبيين ما عرفوش الخطة هجموا بكل قوتهم نحو القوة المركزية للزنكيين. دي كانت اللحظة اللي صلاح الدين استعد ليها طول حياته العسكرية. لو ما قدرش يهزم العدو بالقوة هيعملها بالذكاء والاستراتيجية، زي ما تخطط صلاح الدين عمل انسحاب وهمي، امر جيشه يرجع لورا في الصحراء والصليبيين جريوا ورا صلاح الدين وقعوا في فخه بالظبط. فرسان الصليبيين التانيين خسروا ميزتهم في الارض الرمليه والمرتفعه، ما كانوش قادرين يتحركوا بسرعه. اما فرسان الزنكيين قدروا يتحركوا اسرع بكتير على نفس الارض. يبقى ميزه الصليبيين الاولى راحت، خطواتهم اتكسرت والمعارك اتجزأت لمعارك صغيره بدل الهجوم المركزي المكثف. شيركو كان مستني اللحظه دي بالظبط، اخذ القوات الاحتياطيه بتاعته ورجع للهجوم، وفي نفس الوقت
صلاح الدين رجع هو وكتيبته وعمل هجوم مضاد من الناحيه الثانيه. الصليبيين اتلسعوا بين الهجومين، الجيش بتاعهم اتدمر تماما. دي كانت اول علامه على عبقريه صلاح الدين العسكريه، اول طعم للنصر ضد الصليبيين. من دلوقتي صلاح الدين ما بقاش متفرج، بقى ليه دور فعال. بعد المعركه وصل الجيش الزنكي للقاهره، والشوارع الرئيسيه اتملت بالناس اللي متجمعين على الجانبين بيحتفلوا بنصر المسلمين على الصليبيين. الجيش المنتصر ماشي ناحيه القصر الملكي للخليفه الفاطمي، والناس بتصرخ من الفرحه، وعلى راس الجيش الجنرال شيركو، وعلى طول وراه راكب صلاح الدين رافع راسه بكل فخر. بس هو مش عارف اللي هيحصل في الشهور الجايه. لما شيركو وقادته وصلوا لبلاط الفاطميين، الخليفه العاضد استقبلهم بفرحه كبيره وكرم، وعرض على شيركو وظيفه الوزير الكبير لمصر. شيركو قبل العرض من غير تردد، بس ما نسيش خيانه شاور، وكان عارف كويس جدا ان لو سابه حر هيخطط يهاجمهم تاني. فالخطوه الاولى يا صديقي لشيركو كانت انه يمسك شاور ويعدمه، وده كمان كان تحذير للكل، اي حد هيجرؤ يتآمر مع الصليبيين هينتهي. وبعد كده شيركو جاله مرض، والمرض اتضح انه مميت. شيركو مات بعد شهرين بعد ما بقى وزير. صلاح الدين فقد عمه شيركو، دلوقتي كان لازم يقف لوحده من غير دعم او ارشاد شيركو. ووقت ما صلاح الدين كان حزين على عمه، الفاطميين كانوا عايزين وزير ضعيف عشان ما يكونش ليه تأثير سياسي كبير، اما الزنكيين كانوا عايزين وزير قوي عشان يبقوا ليهم نفوذ حقيقية على الخلافة الفاطمية وسياستها الداخلية. الخناقات دي فضلت ايام. في يوم من الايام جه حد من القصور جاب رسالة من نور الدين بيقترح فيها ان صلاح الدين يكون خليفة لشيركو، وبيطلب من الخليفة العاضد يعينه وزير كبير لمصر. عيلة صلاح الدين كان ليها خدمات كبيرة لنور الدين والعاضد، فده ساعد في قبول ترشيحه. امراء الفاطميين وافقوا لانهم شافوا صلاح الدين شاب وعنده خبرة قليلة، وكانوا فاكرينه هيفشل بسهولة كوزير. وامراء الزنكيين كمان وافقوا لانه اثبت نفسه في المعارك، وصدقوا انه يستاهل الثقة. بالتالي صلاح الدين بقى الحاكم الفعلي لمصر، وزير كبير للخلافة الفاطمية، وعمره وقتها كان 30 سنة في بداية سنة 1169. لكن المشكلة يا صديقي دلوقتي انه عنده ولاء مقسوم. كوزير لازم يكون مخلص للخلافة الفاطمية في مصر، وفي نفس الوقت كقائد لجيش نور الدين لازم يكون مخلص للدولة الزنكية، ومن خلالها للخليفة العباسي في بغداد. يعني باختصار يا صديقي، صلاح الدين دلوقتي عنده سلطة كبيرة، بس كمان مسؤولية كبيرة وصعوبة في اتخاذ القرارات، لانه لازم يوازن بين مصالح الطرفين المختلفة. وده بقى صعب جدا على صلاح الدين انه يعمل اللي هو عايزه، يساعد الناس ويحرر الاراضي المقدسة من الصليبيين. بعد فترة قصيرة من تعيينه وزير، الصراعات السياسية الداخلية في مصر بدأت. الصراعات دي ابتدت تبقى تقيلة على صلاح الدين، وهو حاول يركز دماغه على إعادة بناء الدولة المصرية. أمر ببناء مستشفيات ومدارس، بدأ يستثمر في تحسين البنية التحتية وحماية المدن الكبيرة في مصر. في يوم من الأيام صلاح الدين كان مشغول في دراسته، وفجأة حد بيخبط الباب. صلاح الدين أمر الشخص ده يدخل. طلع علي بن سفيان رئيس الحراسة، جاب له خبر خطير. بعض أمراء مصر قرروا يعملوا تمرد ويغتالوا صلاح الدين في نص الليل. صلاح الدين كان متوقع انه مش هيلاقي الدعم الكامل من امراء مصر، اللي ما كانوش اكيد هيحبوا وزير سني تحت الخلافة الشيعية الفاطمية، بس عمره ما توقع انهم هيخططوا لقتله. بس ده ما كانش كفاية عشان يوقف التمرد كله. اليوم اللي بعده شوية أمراء فاطميين تانيين مع حوالي 50,000 جندي بدأوا تمرد في مناطق مختلفة في مصر. مع استمرار الحرب الأهلية عدد المصابين والجثث زاد جدا، وبعد كام شهر من القتال الأمراء المتمردين بدأوا يقعوا واحد ورا التاني. صلاح الدين خد حوالي 6 شهور عشان يقضي على التمرد كله. ما كانش في رحمة لأي قائد من المتمردين، يا يقع في المعركة يا يتم إعدامه. ده كان درس صعب لأمراء مصر، مفيش حد هيجرؤ تاني يتمرد على صلاح الدين في مصر. التحركات السريعة والحاسمة لصلاح الدين انقذت مصر من حرب أهلية طويلة ودموية، وهو اتعلم الدرس كويس جدا بصراحة. بدأ يعين بناء قصره، وعين أفراد عيلة وأصدقاء موثوق فيهم في مناصب مهمة في الدولة. وبجانب ده بدأ كمان يعين الناس على حسب مهاراتهم وكفاءتهم، مش على حسب نسبهم أو نفوذهم. بالطريقة دي صلاح الدين تدريجيا خلق مجلس داخلي قوي وموثوق بيه. ده ثبت موقف صلاح الدين السياسي في البلاط الفاطمي. دلوقتي قدر يركز تاني على إعادة بناء الدولة. مر حوالي 3 شهور في سلام، وبعدين جات الكارثة تاني. بس هو ما توقعش ان الهجوم هيجي من البحر المتوسط. كان فاكر ان الصليبيين هيغزوا بري عن طريق شبه جزيرة سيناء زي ما عملوا قبل كده. فالقوة الدفاعية الرئيسية لصلاح الدين كانت موجودة بعيد جنوب دمياط، وده معناه انه هياخد وقت عشان يبعت تعزيزات للمدينة الساحلية. فكان لازم يلاقي طريقة يبطئ الهجوم. بعت رسول لحاكم دمياط طلب منه يقفل مدخل المدينة من البحر عشان الاساطيل البحرية ما تقدرش تدخل جوه خط الدفاع. كتب لهم ان التعزيزات جاية في الطريق. في نفس الوقت امر جيشه يمشي ناحية دمياط
دمياط. ولما وصلتهم الاخبار من صلاح الدين رفعوا دفاع المدينه ورفعوا سلسله حديديه ناحيه فرع النيل اللي بيعدي المدينه. ده منع سفن الصليبيين من دخول الميناء من البحر، وعشان يهاجموا الصليبيين قرروا يحاصروا المدينه من البحر، وده بالظبط اللي صلاح الدين كان متوقعه. دلوقتي قدر يبعت الامدادات بسهوله للمدينه، وعشان التعزيزات توصل من الجنوب من غير ما تقابل العدو، الصليبيين فهموا انهم مش هيقدروا ياخدوا المدينه بسلاسه زي ما كانوا فاكرين. بداوا يستخدموا اساليب الحصار المعتاده، كانوا بيحضروا ادوات تقيله مخصوص عشان يكسروا اسوار المدينه ويدخلوا بالقوه. بنوا منجنيقات وابراج حصار واسلحه ناريه، بس المدافعين في دمياط كانوا ثابتين وقويين عشان الامدادات كانت بتوصل لهم باستمرار. وكمان ما كانوش واقفين ساكتين، كانوا بيطلعوا يهاجموا كل شويه. وفي مره استخدموا حيله ذكيه وبعتوا مركب مليانه نار ومتفجرات دخلت وسط سفن البيزنطيين في النيل، ولما وصلت انفجرت وعملت دمار كبير جدا. 6 سفن حربيه بيزنطيه اتدمرت بالكامل. في كذا مره المدافعين خرجوا من ورا سور المدينه، هاجموا قوات الصليبيين اللي كانت محاصرها ودمروا معدات الحصار اللي كانوا بيستخدموها عشان يهدوا السور. بعد اسابيع من محاولات الصليبيين الفاشله عشان ياخدوا دمياط، الصليبيين بدا يخلص عندهم الاكل والامدادات. خطه الهجوم السريعه والمفاجئه على مصر فشلت تماما. ما كانش في طريقه دلوقتي يكملوا بيها الغزو من غير ما يخسروا خسائر كبيره جدا. الحرب كانت هتفرغ خزائنهم، والثروات اللي كانوا ناويين ينهبوها من مصر بقت دلوقتي بعيده عنهم. فبعد حوالي شهرين من حصار دمياط، الصليبيين قرروا ينسحبوا ويسيبوا مصر، رغم ان المعارك يا صديقي في حصار دمياط ما كانتش عنيفه زي الغزوات التانيه للصليبيين. فشلت قوات البيزنطيين والصليبيين في انهم ياخدوا مدينه ميناء مصريه واحده. كانت ضربه كبيره لمعنويات الصليبيين. النصر ده اثبت قدره صلاح الدين القياديه، وكان هيعدي 5 سنين تانيين قبل ما مصر تواجه تهديد خارجي جديد. صلاح الدين دلوقتي كان عنده الموارد والدعم في مصر عشان يكمل خطته الكبيره. وبقينا نقول ان الجزء الاول في قصتنا خلصت، واستنونا في الجزء الثاني.